مفصل الكتف، المفصل اللي تحسه عايز يتصاب لوحده، اكتر مفصل تقريبا بيصاب للناس بتوع الجيم، الجيموات جامدين. ولو بتلعب تنس باك هاند وفور هاند وحاجات زي كده، بالكتف والكوع لازم. ويا سلام بقى لو انت سباح، كاتشاتك وحركاتك كل دوت بيسبب اصابه في مفصل الكتف. بعيدا عن ان احنا بنحمل الكتف باوفرلود عالي قوي 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 عليه، ده ممكن يتسبب في الاصابه. احنا في تمريننا وطريقه تعاملنا مع الكتف بتكون للاسف غلط. دايما احنا معتبرين الكتف عضله واحده بس، اللي هي عضلات الدلتويد، عضلات الكتف المثلثيه دي اللي هي بتدي الكتف الشكل الجميل بتاعه. بس دايما بننسى نمرن الروتيتور كاف او عضلات الكفه المستديره. العضلات دي اللي هي بتشكل في دعامه الكتف ومفصل الكتف بشكل اساسي. العضلات دي موجوده قدام، موجوده من فوق، موجوده بالجنب ورا، داخل المفصل. العضلات ديت المسؤوله عن حركات الاكسترنال روتيشن او اللف للخارج بالشكل ده، والانترنال روتيشن او التقريب للداخل بالشكل ده. طبعا برده ممكن نعملها بالشكل ده اكسترنال روتيشن، ممكن نعملها بالشكل ده. تقول لي ثانيه واحده، انا من متابعين مصر كلينيك وعارف الكلام اللي انت بتقوله وبمرن روتيتور كاف كويس جدا ومع ذلك اتصبت، ها ايه السبب بقى؟ انا بقى بالظبط جاي اقول لك ايه السبب ده، واقول لك ان تمرينات الروتيتور كاف اللي انت بتعملها كلها للاسف بتعملها بشكل غلط بسبب غلطه بسيطه قوي. لو اخدنا بالنا منها هنعالج الكلام ده كله خالص، والروتيتور كاف هيكون حديد ومفصل الكتف هيكون حديد. يا ترى ايه الغلطه دي وايه الاساس العلمي بتاعها وازاي نعالجها؟ ده اللي ان شاء الله جايين نتكلم عنه في الفيديو ده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي ومدرب شخصي معتمد. يلا مبدئيا للي ما يعرفش ندي نبذه مختصره عن الروتيتور كاف او عضلات الكفه المدوره. الروتيتور كاف هم 4 عضلات بشكل اساسي. عضله اسمها السوبراسباينيتس ودي بتشكل الدعامه العلويه لمفصل الكتف، وعضلتين تانيين اسمهم الانفراسباينيتس والتيريس ماينور ودول بيشكلوا الدعامه الخلفيه لمفصل الكتف، وعضله كبيره بوتر كبير اسمها السب سكابيلاريس ودي بتشكل الدعامه الاماميه لمفصل الكتف. لو اعتبرنا مفصل الكتف عامل زي ايدي كده، زي الكوره، ودي التجويف بتاعه زي السكوت بالشكل ده، يعني مفصل الكتف نفسه بيعمل حركات مختلفه قوي زي الثاني في الكتف بنسميها شولدر فليكشن، الابعاد بتاع الكتف بنسميه شولدر ابدكشن، الفرد بتاع الكتف لورا اسمه شولدر اكستنشن، ولفه الدراع للداخل اللي ممكن نعملها بالشكل ده اسمها الشولدر انترنال روتيشن او الميديا روتيشن، ولفه الدراع للخارج اللي بنسميها شولدر اكسترنال روتيشن او اللاترال روتيشن. في حركه طبعا بتجمعهم كلهم اسمها السيركمدكشن او اللفه الكامله دي كلها، وبتكون مكونه من مجموعه اكتر من حركه منهم. طيب ليه الكتف بيتصاب اساسا؟ يا جماعه الطبيعي جدا ان بيكون عندنا في نظام عزم ازدواج ما بين عضلات الدلتويدز او عضلات الكتف دي اللي هي المثلثيه اللي ليها 3 رؤوس بالمناسبه، راس اماميه اسمها لاتيرو فايبرز بتاع الدلتويد، راس جانبيه اسمها الميدل فايبرز بتاع الدلتويد، وراس خلفيه اسمها البوستيرو فايبرز بتاعت الدلتويد. العضله بتاعت الدلتويد كلها اوفر اول بتعمل مع الروتيتور كاف كلهم الاربعه اللي قلنا عليهم دول حاجه اسمها فورس كابل سيستم او نظام عزم ازدواج. طبيعه الدلتويد يا جماعه ماسكه في عظمه الترقوه من قدام من هنا، وماسكه في عظمه لوح الكتف من ورا من هنا، ورايحه تمسك في الدراع في حاجه اسمها الدلتويد فيبروزيتي في الحته دي. فلما العضله دي بتشتغل بشكل اساسي، طبعا في قاعده مقدسه عندنا في العضلات بتقول ان العضله ماسكه من حته ورايحه في حته زي الحبل، هتشد وتقرب نهايه الحبل ناحيه بدايته او بدايته ناحيه نهايته، تحاول تقرب الحبل. فلما دي تكون ماسكه هنا ورايحه تمسك هنا وشدت، هتعمل ايه؟ هتعمل بالظبط التاثير ده. بصوا، هتسحب عظمه الهيومرس او عظمه العضد دي لفوق. طب ايه اللي يحصل لو سحبت العظمه دي؟ وهل ده اللي بيحصل في الحقيقه ولا لا؟ طبعا مش ده اللي بيحصل. احنا بنيجي نحرك الكتف دايما تبقى حركه فيها ابعاد او تاني لف كده، مش حركه عموديه بالشكل ده. ده اللي بيحصل وايه فايدته؟ مبدئيا لو الحركه بتاعت اللف دي ما حصلتش والدلتويد اشتغلت بالشكل ده كده، هتبدا تزنق لي على منطقه الروتيتور كاف او الاوتار بتاعت الكتف، وده اكتر سبب بيعمل لنا التهابات في اوتار الكتف. عشان كده ربنا خلق لنا الروتيتور كاف عشان تبدا تمسك في عظمه الهيومرس او عظمه العضد. ولما يجي الانسان يبدا يفكر في الابعاد بالشكل ده، العضلات دي بتبقى ماسكه في العظمه دي من الداخل تشدها لتحت، فالدلتويد بدل ما هي بتسحب لفوق تقوم لفه بالشكل ده، اكنهم بيعملوا مع بعض الشكل ده كده، فتبدا تعمل الحركه بشكل سموث او شكل بسيط بدون ما تزنق على اوتار الكتف، اوتارك تفضل تمام وكتفك تفضل صحته بوم. طب ايه اللي يحصل بقى لو انت بتعمل حاجه من الاثنين؟ مش بتمرن روتيتور كاف او بتمرنها غلط. لو مش بتمرن روتيتور كاف، فالنسبه والتناسب في القوه ما بين عضلات الكتف وعضلات الروتيتور كاف هتبدا تزيد قوي في صالح عضلات الدلتويد او عضلات الكتف نفسها. ده هيخلينا بنفس النظام اللي اتكلمنا عليه يبدا يعمل التهابات في الاوتار او التهابات في البرزه او طبقه الدهون كده اللي بتكون فوق الاوتار او فوق العضلات او بينها وبين العظم بشكل معين، او الموضوع طبعا ممكن يوصل لالتهاب في الوتر نفسه بتاع العضلات، ودي بتكون حاله اصعب. دكتور انا بمرن روتيتور كاف، انا جامد وعارف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، بس انا بمرن روتيتور كاف ومع ذلك جالي اصابه. طب ليه؟ عايز اقول لك ان تمريناتنا روتيتور كاف وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده بيعمل لنا انجري بريفنشن او نحاول نتجنب الاصابه. بس هل ده معناه ان احنا نحلف 100% ان احنا مش هنتصاب؟ لا، الاصابه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في الاخر، بس احنا بنقول في حاجات ممكن نكون بنعملها غلط بتقربنا الاصابه اكتر واحنا مش واخدين بالنا. هقول لك، هل بتستخدم الازازه دي؟ هتقول لي اشمعنى الازازه دي بعيدا يعني عن الماركه بتاعتها
بتاعتها وتحطها ما بين كوعك بالشكل ده كده وبتعمل تمرين روتيتور كاف ولا لا؟ هتقول لي بص يا دكتور انا دايما بشوفهم بيعملوها وبعمل زيهم. هقول لك جدع، بس هتقول لي انا مش عارف ليه. وواحد تاني هيقول لي لا يا دكتور ما اعملش الازازه. لا ده انا فاهم، انا الازازه دي عشان كوعي ما يبعدش فانا بحاول الزق كوعي في جنبي وابدا اعمل التمرين. هقول لك لو انت الحلقه الاولى وبتقلد الناس وبتعمل ازازه على طول مفيش مشكله عادي، انت كويس، بس خلي بالك من شويه نقط هقول لك عليها. ولو انت من النوع التاني هقول لك انت ممكن ما تكونش مستفيد بالتمرين قوي. الله ليه يا دكتور الكلام ده؟ خلينا نعرف مبدئيا ايه فايده وضع الازازه دي وفين مكانها اصلا المفروض نحطها فيه. اولا انا بشوف بقى كتير قوي في الجيم ده الاقي الازازه دي محطوطه فوق خالص كده، حشرينها ما بين عضلات اللاتس عضلات الماجنوس من هنا والكتف ونبدا نعمل، واصلا تلاقي الازازه كده لازقه يعني بكبر الماجنوس وقربه للعضله. بصوا كده انا مش محتاج اصلا ابذل مجهود، شايفين؟ لو جيت عملت كده مش هتقع اصلا، انا ساب ايدي بس هي ثابته بوزن دراعي. طب ايه فايده الازازه دي اصلا يا دكتور؟ هقول لك فايده الازازه دي ميكانيزم او نظام نيوروفيسيولوجي مهم جدا جدا يفرق معانا قوي، ويمكن المعلومه دي ما يعرفهاش كتير جدا جدا من الناس. الجسم عندنا يا جماعه بيشتغل بقاعده كبيره جدا اسمها ريسيبروكال انهبيشن او التثبيط العكسي. يعني انا لما بشغل عضلات الباي اكيد لازم ولابد عضلات التراي تبقى مش شغاله، او للناس اللي فاهمه اكتر شغاله بشكل ايسنتريك او شكل سالب عشان تسيطر على حركه تاني دراع. بس ما ينفعش الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت. ليه؟ تخيل جيت اتني التراي اشتغلت هقف مش هيشتغل. فالجسم ربنا سبحانه وتعالى خلق الميكانيزم ده ان ما دام العضله دي اشتغلت اشارات تروح للمخ والحبل الشوكي بشكل عام تقول له ايه؟ تشغل الاشاره اللي شغلت دي ودت اشاره للناحيه الثانيه العضله العكسيه زي التراي مثلا تقول لا اهدي او اشتغلي بشكل يريح او شكل ايسنتريك. نفس الكلام ده. فاحنا واحنا بنعمل التمرين ده لاحظوا وانا بادئ في التمرين اهو كده، بصوا في البدايه انا ايديا جنبي، في النهايه ايديا بعدت شويه. طب الابعاد ده اسمه ابدكشن، بتعمله عضله الدلتويد اللي انا اصلا مش عايزها تشتغل اثناء التمرين ده. ده اصلا فكره التمرين اتعملت عشان افصل ما بين الروتيتور كاف والدلتويد. فانا لما ببدا ما احطش ازازه خالص او حتى احاول الزق ايدي بنفسي اوتوماتيك وانا رايح هيحصل ابعاد. اما يحصل الابعاد ده يعني الدلتويد اشتغلت، يعني الفورس كابل او التوازن اللي انا اصلا بحاول ارجعه ما بين الدلتويد والروتيتور كاف بدا يبوظ. فكده انا ما استفدتش اي حاجه. او نفس الحاله لو انا حاطط الازازه فوق خالص فهي لازقه بقوه الانحشار، يعني مش بقوتي انا اللي انا ضاغط عليها بنفسي، لا ده هي محشوره. بس لما محشوره بس انا برده ما بشغلش عضلات وممكن الدلتويد تشتغل وفي نفس الكلام الدنيا تبوظ. انما ايه الصح؟ ان انا احط الازازه تحت عند مستوى كوعي عند عظمه الكوع كده، دي مش انحشار. انا بالوضع ده كده وانا عامل كده لو بعدت هتقع تمام. فانا مش هبعد، هفضل دايما موجود عليها كده وساحب كتافي لورا ولتحت وابدا ايه اتمرن كده. انا متاكد ان العضلات اللي عكس الدلتويد بتعمل ابدكشن، يبقى العضلات اللي بتقرب بشكل عام اكيد مش شغاله. طب بالعكس لو انا شغلت العضلات اللي بتقرب وقفلت جامد على الازازه يبقى اكيد العضلات الخلفيه او الخارجيه اللي اسمها الدلتويد ما بقتش شغاله. فساعتها اعمل الاكسرسايز بتاعي بتاع الروتيتور كاف من الوضع ده من غير اي مشكله واستفيد بيه بشكل 100%. وبس كده يا سيدي. لو انت كنت بتعمل التمرين ده بشكل غلط لازم تعدله وتعمله بالشكل الصح ده، واديك عرفت انت بتعمل ده ليه. لو الكلام كان كبير او كنت بتكلم بسرعه او كلام علمي عليك ممكن تسمع الفيديو مره كمان وانا متاكد ان انت هتفهمه. ودلوقتي انت بقيت فاهم انت بتعمل التمرين ليه، مش بتعمله خلاص او مش بتعمله زي ما شفت واحد بيعمله. لما حد بعد كده يجي يقول لك يا كوتش انت بتعمل التمرين ده غلط، تعرف هترد عليه ازاي. وبس كده ابطال. دايما بننادي بالعلم، ودايما تمريناتنا في العياده عندنا وفي اي بروجرام بنبدا نعمله بتكون مبنيه بالعلم وبتكون محدده باهداف معينه عشان نوصلك من نقطه A للنقطه B للنقطه C وهكذا. فلو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك الجميل، ولو مش متابعنا على الفيسبوك وانستجرام الستوريز بتاعت المرضى عندنا في العياده ويمكن تتعلم منها تمرينات كتف كتير تفرق بحالتك، هتلاقيها موجوده اول باول بشكل يومي ان شاء الله. ده غير الاسك اللي بنعمله او الاسئله والاجوبه اللي بنكون شغالين فيها على طول على الفيسبوك وعلى الانستجرام. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.